لو انت رايح تشتري موبايل شاومي دلوقتي او هتشتري، عارفك انت رايح تشتري نوت 13. استنى، شاومي نزلت موبايل جديد النوت 14 4G. تعالى اعرف ايه الجديد وهل يستاهل ولا في الافضل بالسعر ده. نبدا بالتصميم. النوت 14 جاي بخامات من البلاستيك مع سمك 8.2 مللي بوزن 196 جرام، وجاي بشهاده الاي بي 54 الطارده لرذاذ الماء والغبار. الشهاده دي ما ينفعش الموبايل ينزل الميه. ظهر الموبايل جاي من البلاستيك وهو مصنفر بحيث ما بيلمش بصمات كتير. وعندنا 3 كاميرات في الظهر حواليهم فريم لامع عن ظهر الموبايل. نروح للشاشه اللي بتيجي بثقب في المنتصف للكاميرا السيلفي. شاشه 6.67 انش من نوع اموليد فول اتش دي بلس بجوده ال 2400 في 1080 بكسل بكثافه بكسلات 395 بكسل في الانش، والدعمه لمعدل التحديث ال 120 هرتز، والسطوع بيوصل ل 1800 نتس، لكن الرقم الفعلي هنا بيبقى حوالي 1000 او 1200، وده يظل رقم محترم جدا في الفئه السعريه دي. الشاشه دي هي الموجوده في النوت 13، ولكن التطور اللي حصل هنا على طبقه الحمايه اللي بتيجي من جوريلا جلاس الجيل الخامس بدل الجيل الثالث. حواف الشاشه هنا محترمه، اي نعم هي زادت حاجه بسيطه جدا عن النوت 13، بس تظل تصميم الشاشه محترم. نروح بقى للاداء. الشاومي نوت 14 4G بيجي بمعالج من ميديا تك هيليو جي 99 بدقه تصنيع 6 نانومتر، وده واضح ان ده معالج اقوى من اللي كان موجود في النوت 13 اللي هو سناب دراجون 685. وعلى حسب اختبارات انتوتو فالمعالج ده محقق حوالي 20% زياده لصالح الجي 99، ده غير ان فرق الجي بي يو هنا واضح، وده اللي بيحط النوت 14 في منافسه قويه مع موبايل هو وحش الفئه دي، هو الجالاكسي اي 16. فلو عايزين مقارنه بين النوت 14 والاي 16 انزلوا قولوا في الكومنتات. الموبايل بيجي باكتر من اصدار للمساحه والرام، 128 جيجا من نوع يو اف اس 2.2 مع 6 و8 جيجا رام، و256 جيجا مع 8 جيجا رام. نيجي بقى للكاميرات اللي فيها حاجه حلوه وحاجه وحشه في نفس الوقت. تعال اقول لك. عندنا كاميرا سيلفي بدقه 20 ميجا بكسل بفتح عدسه 2.2، ودي الحاجه الحلوه لانها كانت 16 في النوت 13. اما الكاميرا الرئيسيه بتيجي بدقه 108 ميجا بكسل بفتح عدسه 1.7، والكاميرا الثانيه 2 ميجا بكسل بفتح عدسه 2.4، ودي الخاصه بتصوير الماكرو، وكاميرا ثالثه 2 ميجا بكسل للعزل. الوحش هنا ان هم شالوا الكاميرا الالترا وايد الخاصه بالتصوير الواسع، ودي اللي كانت موجوده اصلا في النوت 13. الموبايل هنا بيصور فيديو بالكاميرا الرئيسيه 1080 30 و60 فريم، وبالسيلفي 1080 30 فريم. طبعا انت هنا هتلاقي تحسن على جوده الصور والفيديوهات نتيجه لاستخدام معالج جديد اللي بيعالج الصور بطريقه افضل. النوت 14 جاي بميكروفون اضافي لعزل الضوضاء مع سماعات ستيريو، ودي حركه حلوه. يدعم البلوتوث اصدار 5.3، والمستشعرات زي التسارع والتقارب كل الكلام ده سوفت وير. نروح هنا لوسائل الحمايه، واللي جاي هنا بمستشعر بصمه مدمج تحت الشاشه، اداء كويس ومقبول، ودعم للفتح بالوجه الفيس انلوك. الموبايل يدعم منفذ ال 3.5 مللي بتاع السماعات السلك كويس. نروح بقى للبطاريه والشحن. الموبايل هنا جاي ببطاريه 5500 ملي امبير، والواضح ان هم زودوها عن النوت 13. هنا دعم الشحن السريع ال 33 واط، والشحن هنا جاي في العلبه، والجراب جاي في العلبه، وباين ان في سكرينه كمان عليه. يلا يا عم اللي انت عايزه. الموبايل جاي باندرويد 14 مع واجهه شاومي الهايبر او اس. الالوان اللي معانا هنا الاسود والبنفسجي والاخضر والازرق. الموبايل هنا سعره حوالي 9000 جنيه للنسخه ال 128 جيجا مع 6 جيجا رام، والنسخه ال 128 و8 حدود ال 9500، وال 256 و8 عامله حوالي 10000 جنيه. الخلاصه هنا الشاومي نوت 14 4G بيتميز بتصميم شيك. معانا الشاشه الاموليد ال 120 هرتز بحجم كبير، ومعانا كمان سماعات ستيريو وبصمه تحت الشاشه، وده اللي بيديك شعور انك ماسك موبايل فئه متوسطه مش فئه اقتصاديه. وعندنا هنا معالج اقوى من اللي كان موجود في اخوه القديم النوت 13. وعندك كمان علبه متكامله فيها كل حاجه، فيها الشاحن، فيها السكرينه، معاك كمان جراب شيك وخامته حلوه. اما بقى العيوب الرخمه اللي موجوده في الموبايل ده اللي لازم تعرفها قبل ما تشتريه، الموبايل هنا غير داعم للان اف سي، كمان شالوا الكاميرا بتاعه التصوير الواسع اللي كانت موجوده في النوت 13، ده غير كمان سوفت وير شاومي اللي هو مش احسن حاجه واللي لازم تتقبله لو انت هتجيب الموبايل ده. والموبايل هنا عشان تحط فيه كارت ميموري لازم تحطه مكان الشريحه الثانيه، فالاختيار ليك. وطبعا المنافس ليه هو الجالاكسي اي 16 اللي احنا عملنا له مراجعه كامله ممكن تشوفها من هنا. وبس كده، لو عندك اي سؤال انزل سيبولي في التعليقات وانا هرد عليك. مع السلامه.